السلام عليكم شباب ثانوية عامة، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من تاني ومعاكم اخوكم طبعا زياد الحصري. خلاص نتيجة ثانوية عامة 2023 على الابواب، ممكن تظهر بكرة او بعده او باختصار خلال الاسبوع ده. في فيديو النهاردة انا جاي اوجه لك رسالتين بالظبط. اول رسالة ليك انت كطالب او اخويا الصغير، الرسالة التانية طبعا لاولياء الامور او لكل اب وام او لكل واحد كبير عنده حد صغير في ثانوية عامة. بس اول حاجة نتكلم مع بعض كده زي الاخوات. في فيديو النهاردة هحكي لك بالظبط ايه اللي هيحصل ان شاء الله يوم نتيجة الثانوية العامة وازاي تقدر تستقبل النتيجة بتاعتك. بس قبل اي حاجه طبعا لو انت اول مره تشوفني فاعرف ان فايتك كتير. انا زياد الحصري، متنساش لايك الفيديو ده واشترك في القناه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. عايز اقول لكم ان يوم نتيجه ثانويه عامه ده ما هو الا عباره عن اعصاب. لو انت اعصابك قويه وماسك نفسك كل حاجه ان شاء الله هتعدي على خير والموضوع هيكون سهل وبسيط. بس للاسف من ارخم الحاجات اللي بتحصل يوم نتيجه الثانويه العامه هي مش عايز اقول قرايب، او يعني لو حد مع رقم جلوسك هيبحث ويتطقص ويجيب عشان يشوف انت جبت كام. وطبعا انت فيك اللي مكفيك وعملت اللي عليك طول السنه، وانت يعني تشكر على المجهود اللي انت عملته من اول يوم لحد يوم النتيجه. وانت اكيد مش ناقص اي كلمه حد يقولها لك من اي حد، يعني سواء من قرايبك او من صحابك او يعني من الناس اللي ممكن تكون شمتانه فيك. فسيبها على الله وان شاء الله خير. انا عايز احكي لك موقف كده حصل معايا بالتفصيل يوم نتيجه الثانويه العامه بتاعي. انا ثانويه عامه 2019 تمام. يوم نتيجه الثانويه العامه للاسف كان في بعض التسريبات والناس جابت النتيجه بتاعتها من الكنترول تقريبا حوالي الساعه 3 او 4 العصر. يوم النتيجه بتاعتي تقريبا كان يوم 12/7 اعتقد لو انا فاكر صح. المهم يوم النتيجه انا حد بصراحه عرض عليا جدك من الكنترول يا زياد، لا ما اجيش في الكنترول، انا هستنى زي الناس وفي الاخر اعرفها زيهم عادي ما فيش اي مشكله خالص. قال لي خلاص تمام. فانا الحمد لله بفضل من ربنا كنت عامل حسابي تماما يعني على النتيجه، وان انا كنت يعني مظبط نفسي بقى في الفيزياء هجيب كذا، العربي هجيب كذا، وكاتب بالتفصيل لو انا عندي غلطه مثلا يبقى انا هنقص فيها درجه او اتنين. وحاسب بنفسي ان انا اجيب مجموع بالظبط حوالي 97.9 و8 من 10. فاللي هو انا كنت يعني عامل خطه كده ما نخرش الميه، انا خلاص المجموع ده بتاعي يوم ما اكون وحش قوي يبقى 97.5%. والله 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 انا مش بكذب في ولا كلمه من اللي انا قلتها دي خالص. انا حرفيا يومها انا نزلت العب بلاي ستيشن مع حد من صحابي، والله العظيم انا كنت يعني انا حلفت كتير والله العظيم، بحلف من تاني عشان الناس بس تكون مصدقاني. انتوا متخيلين الموقف كله؟ يعني انا في ثانويه عامه نتيجتي كمان ساعه او ساعتين نلعب بلاي ستيشن. اللي هو يا اعصابك يا اخي، اللي هو انت جايب الاعصاب دي كلها منين؟ فزي ما قلت لك انا كنت حاطط خطه ما تخرش الميه، بس للاسف الشديد عرفت النتيجه ظهرت في البلاي ستيشن. طبعا سبت البلاي ستيشن خرجت، ابتديت ان انا اعمل ريفريش الموقع، بفتح اشوف النتيجه كده. للاسف ما جبتش كل اللي انا عايزه. انا مش قادر اصدق يعني. بس بصراحه انا اكيد زعلت. سيبكم من الزعل من اي حاجه حصلت في اليوم ده، انا بس جاي احكي لكم موقف كده. بدات ادخل اي ارقام جلوس اشوف صحابي، للاسف لقيت ناس ما تستحقش تجيب مجموع وجابت، ناس تستحق تجيب وفعلا جابت، ناس تستحق ان هي تجيب وللاسف ما جابتش وما وصلتش لحلمها. فمجازا كده الموقف ده كله يدل على ايه؟ انا مش عايزك يعني تحط في دماغك انك هتجيب وليكن مثلا 90%. طبعا ده بالنظام الجديد بتاعكم. مش عايز حد يقول انا حاسبها هجيب كذا بالظبط، لا مش كده. تدابير ربنا افضل بكتير 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 من تدبير العقل البشري. انا واحد اخطات في اللي انا عملته، انا قلت انا خلاص هجيب كده وخطه ما تخرجش، ما تقولش كده خالص، دي حاجه بتاعت ربنا. فاللي انا عايز اقوله لك ان شاء الله يوم نتيجه الثانويه العامه ايا كان نتيجتك، سواء ربنا كرمك او ربنا ما قدرلكش انك توصل للحاجه اللي انت عايزها، والحمد لله دائما وابدا. كمان يوم نتيجه الثانويه العامه ان شاء الله للاسف انت هتلاقي ناس ما تستحقش ان هي تجيب، ما تسالش ازاي جابت، سواء بقى غشت ما غشتش، سواء اصل عايز اقول لك يا جماعه مثلا لو انت واحد بتذاكر من اول ثانيه لاخر ثانيه في ثانويه عامه، فده مش مقياس خالص لانك تجيب مجموع حلو. الثانويه العامه دي توفيق من عند ربنا. مش كده وبس، كمان ممكن واحد والله وحصل قدامي كتير في الدفعه بتاعتي واللي قبل كده كمان، مقضينا بلاي ستيشن طول السنه على طول ورايحين جايين وبيخرجوا مفيش مذاكره خالص، وجابوا تقدير قصدي سوري جابوا مجموع حلو في ثانويه عامه ودخلوا كليات قمه وكليات طب والحاجات اللي في مجال الطب دي كلها. طيب ليه؟ ده واحد ما ذاكرش. انت ممكن بينك وبين نفسك تسال انا ممكن اكون ما ذاكرتش وتجيب مجموع حلو. يعني انا مش عايز اقول كده، بس في ناس يعني هتبدا تدخل في حته في الدين شويه اللي هو ليه يا رب انا ما ذاكرت وما جبتش. لا ما تفكرلهاش كده، لان ربنا ممكن يكون كافئ الشخص ده على نتيجه حاجه عملها
في نتيجه الثانويه العامه بتاعته. مش اجباري خالص انك تلاقي تعبك في ثانويه عامه في النتيجه بتاعتك، بالعكس دي حاجه بتاعت ربنا. فانا بقول لك ما تستغربش لو لقيت ناس ما تستحقش وجابت، ولو ناس تستحق وما جابتش، يعني دي سنه الحياه ودي ثانويه عامه. زي ما قلت لك يعني ما تعملش زيي، انا كنت راسم لنفسي ان انا اخش كليه طب اسنان، لو ما دخلتهاش خلاص انا اتدمرت. انا دلوقتي فين؟ انا في كليه التمريض، والحمد لله بفضل من ربنا انا مبسوط تماما ومرضي عن يعني الكارير بتاعي في كليه التمريض، والحمد لله اتخرجت على خير والموضوع تمام وزي الفل. فعايز اقول لك بس ما تحسب لهاش، فيوم النتيجه زي ما قلت لك سيبها على الله كده واعمل اللي عليك. انت واحد تعبت، ويعني من اول ثانيه لحد يوم النتيجه انت في توتر وتعب اعصاب واحياء على جيولوجيا على رياضه لو انت علم رياضه، جغرافيا وتاريخ لو انت ادبي، فانت مريت بسنه. فالحمد لله وكتر الف خيرك انك وصلت لليوم ده وانت قوي وشايل نفسك. فايا كان النتيجه بس عايز اوجه لكم الرساله الاخيره دي، ما تزعلش من اي حاجه، قول الحمد لله، دي مش نهايه العالم، وفعلا هي مش نهايه العالم. انت خلاص مثلا دخلت الكليه بتاعتك، هل دي خلاص انت كده وصلت لقمه الكمال والتكامل وكل الاحلام اللي انت عايزها؟ بالعكس، العقل البشري كل وقت والتاني او كل مثلا شهر كل سنه على حسب احتياجك انت يعني بتغير قائمه اهدافك. انا عايز اقول لك مثلا في ثانويه عامه انا كنت بدعي يا رب اخش كليه كذا، يا رب انجح واعدي في الاحياء، يا رب كذا. ما دخلت كليه يا رب اعدي في الباثولوجي، يا رب انجح في الفسيولوجي. اما خلاص خلصت الكليه يا رب اطلع اخد اعفاء من الجيش. اما اخلص جيش يا رب اتجوز اللي بحبها، اما اتجوز يا رب اخلف الولد اللي نفسي فيه. فانا اللي انا عايز اوصله لك ان الدنيا اصلا عباره عن اهداف وطموحات، فلو لا قدر الله هدف راح خليك في اللي بعده وركز في اللي جاي. لو الهدف بتاعك وصلت له خلاص تمام، نقول الحمد لله ونشكر ربنا. طبعا الحمد لله في كل الاحوال سواء وصلنا او ما وصلناش، بس حتى لو انت الحمد لله وصلت لحلمك خلاص حط هدف قدامي تسعى انك توصل. فانا عايزكم ان شاء الله يوم النتيجه ايا كان تقول الحمد لله على كل حال. يوم النتيجه يوم بيكون صعب شويه، فيعني انا حبيت ان اهيئك نفسيا واعرفك بالحاجه اللي ممكن تحصل يوم نتيجه الثانويه العامه. الناس كلها هات رقمك، طب انت جبت كام، ده هيسال ده هيعمل، انا مالكوش دعوه. يعني حد كان سأل عني ايام الامتحانات؟ محدش سأل عني، فمحدش ليه الحق خالص ان هو يكون موجود معاه يوم النتيجة. ودي تكون اول رسالة انا بوجهها لك انت كطالب ثانوية عامة وخلاص داخل الجامعة ومستني نتيجتك كمان يومين او في خلال الاسبوع اللي جاي ده. تاني رسالة معانا عايز اوجهها لكل اولياء الامور، لكل ام، لكل اب، لكل حد عنده حد في ثانوية عامة. لو باباك ومامتك موجودين يا ريت تنده لهم وشوفوا الجزء ده معانا، او الجزء شوف انت براحتك، لكن ده لازم يكون اهلك موجودين معاكم بيشوفوا الجزء ده. رسالتي لكل اولياء الامور عايز اقول لكم ان ولادكم تعبوا من شهر 9 السنه اللي فاتت لحد شهر تقريبا 7 او داخلين في 8 اهو، يعني حوالي تقريبا من 10 11 او ممكن تكون سنه بحالها ابنك بيذاكر، ابنك مضغوط. حضرتك كأب وحضرتك كأم انتوا صرفتوا دم قلبكم على اولادكم في ثانويه عامه، دفعتوا فلوس كتير جدا جدا جدا. ابنكم عامل اللي عليه وان شاء الله كل يجيبه ربنا خير. فانا بس مش عايز سنه الضغط اللي بتكون موجوده من نتيجه الثانويه العامه خالص. يعني خلاص اللي كان التصحيح منتهي اصلا بقاله فتره، ابنك اللي حله خلاص اتحل. فيعني مش عايز يعني جو العتاب واللوم ده لان مفيش منه فايده، بالعكس لازم تكون واقف جنب ابنك، تقف معاه عشان هو يعني هو محتاجك جدا في اللحظه دي. عايزك تفكر معايا هنخش كليه ايه، ايا كان النتيجه عايزك تاخده في حضنك تقول له انت عملت اللي عليك والف مبروك. الف مبروك ليكوا انتوا كمان كاولياء امور طلبه بتوع ثانويه عامه. انتوا يعني الطالب بيمتحن في لجنته او في امتحانه، وانت كولي امر وحضرتك كأم انتوا بتدعي لهم في البيت او بتمتحنوا معاهم كمان بالدعاء. فالموضوع ما كانش سهل خالص. فالحمد لله ان احنا خلصنا من السنه للاسف اللي الناس مكبراها. الموضوع والله مش مستاهل حاجه، بس كلام الناس هو اللي عامل بقى هو الليله وموضوع كبير. يعني في موقف عايز احكيه، والله الموقف ده حصل فعلا يوم الثانويه العامه بتاعتي. انا للاسف ما كنتش جبت المجموعه اللي انا كنت رسمه او اللي انا كنت يعني حاطه قدامي. اول ما دخلت من البيت بتاعي طبعا عرفتها في الشارع. اول ما دخلت البيت والله الكلام ده حصل، مامتي وبابايا خدوني بالحضن كده قالوا لي يهمك يا زياد انت عملت اللي عليك، ويعني كانوا دايما سبورت ليا، كانوا معايا على طول، وفعلا وده المطلوب طبعا. فايا كان النتيجه قول الحمد لله، وان شاء الله والله ربنا مش هيضيع تعبكم خالص. خليك جنب ابنك، خليك معاه، اقف جنبه، لان هو فتره محتاجك فيها، وان شاء الله يا رب كلكم تحققوا كل اللي بتتمنوه، توصلوا لكل الكليات اللي نفسكم فيها. دول كان كلمتين على السريع كان لازم تعرفوهم وتسمعوهم قبل نتيجه الثانويه العامه، لان في موال بقى جاي، في تنسيق، في رغبات، في تقدير اغتراب، في كلام كتير. خدوا بالكم كمان احنا لسه ما عملناش حاجه، لسه التعب جاي.
فايا كان نتيجتك بالفرض جبت 85%، انت ما تعرفش تنسيق جاب يعني هيكون ازاي. انت مثلا عايز تخش كليه طب اسنان، ممكن التنسيق يكون قليل وتخش اسنان بالمجموع اللي انت جايبه ده، فما تحسبلهاش. ممكن تجيب 90% وتعوز تخش مثلا طب بيطري. الفكره كلها بس ان ما تقولش ده خلاص جبت 80% يبقى مش هلحق مثلا هندسه. لا بالعكس، انت ما تعرفش التنسيق فيه ايه. التنسيق وارد انه يطلع وارد انه ينزل، فايا كان قول الحمد لله وما تحسبلهاش، وان شاء الله ربنا يجبر بخاطركم ويفرحكم كلكم. بس كده فيديو النهارده خلص. عايز اقول لكم في النهايه كده ان شاء الله ربنا معاكم ويفرحكم، وانا برضو مش هسيبكم ان شاء الله يعني على مدار الفترات اللي جايه لحد ما نخش كليتك. هنبسط مع بعض ونختار الكليات، هفهمك كل كليه بتتكلم عن ايه، تختار الكليه على اساس على ايه، كليه بعيده مش بعيده، موقع جغرافي، الدراسه فيها ازاي، علم علم رياضه. هيتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بالجامعه. فان شاء الله انا مش هسيبك، وهنقارن بين كليات والفلوس وكل حاجه حلوه كده. فتابعني، اعمل لي سبسكرايب في الشانل هنا، ولايك الفيديو ده، واكتبوا في الكومنتات ان شاء الله حابين نتكلم عن ايه الفتره اللي جايه. كان معاكم اخوكم طبعا زياد الحصري، ربنا معاكم ويفرحكم. واستناكم ان شاء الله تكتبوا لي جبتوا كام في النتيجه بتاعتكم، ربنا ان شاء الله يجبر بخاطركم.